اليوم ممثلين المملكة النور والخليج الآن يعني تقريبا الخليج أيضا يتعرض إلى خسارة. شنو تقول عن المستوى اللي شفته للفريقين أمانة؟ نبدأ بنادي النور صراحة. يعني نادي النور الآن حتى وضعه في الموسم وضعه محرج لانتقال أغلب لعيبته يعني صراحة. فوضعه شوي يعني مش مستقر أمانة، يعني بالمستوى ومش بالمستوى اللي يطمح إليه محبين وعشاق ولكل من يعرف تاريخ نادي النور بكل أمانة يعني. ونتيجة مباراة اليوم يعني قدام نادي زي الأهلي صراحة تثبت إن نادي النور ما كان حاضر. بالنسبة لنادي الخليج طموح الإدارة يعني كإدارة نادي الخليج يبدو أنه كان عالي بكل أمانة، لكن يفكر في آسيا يعني أكثر من إذا كان هذا ممكن يعني إحنا نعرف صعوبة صراحة بطولة السوبر جلوب، واكيد ان كطموح بشكل عام ممكن كبدايه انه يطمح يتاهل لدور الاربعه، لكن اذا كان هذا فعلا هو السبب الرئيسي المؤثر والظهور بهذا المستوى فنقول يعني ممكن يكون شيء مقبول انك تفكر في بطوله اسيا اكثر. لكن الدعم والحضور الجماهيري وبطوله عندك في المملكه، وخصوصا انك البطوله الماضيه قدمت فيها مستوى بكل امانه مستوى خرافي يعني. كنا نطمح نشوف نادي الخليج اللي لعب في البطولة الماضية.